أقوى كاميرا موبايل في العالم، أوضاع تصوير لا نهائية، تعاون مع زايس الألمانية لتحسين معالجة الصور والألوان. أهلا بيكو في أول مراجعة عربية للفيفو اكس 200 ألترا. طبعا أي حد هيشوف منظر الموبايل ده هيلاحظ حاجتين اتنين. اولا تدريجة اللون الاحمر اللي على الظهر الزجاجي الفخمة قوي دي. ثانيا بروز كاميرات عملاق، اضخم كاميرا موبايل مسكتها في حياتي، يعني لدرجة اني ممكن ارفع الموبايل منها، وعن نفسي كنت بستخدمها كمسند للايد الحقيقة. وانسى خالص انك تلاقي توازن، حتى لو حطيت الجراب فنوعا ما البروز هيقل بس هيفضل برضه ضخم. حرفيا اول ماسكة ليه انا حاسس ان انا ماسك كاميرا ديجيتال من بتوع زمان لو تفتكروها. بس يعني مش عايزك تقلق قوي لان وزن الجهاز ده 228 جرام، في نفس الرينج الطبيعي بتاع الهواتف الرائدة حاليا، فمش هيكون تقيل قوي في الايد. وكمان بيقاوم الميه بمعيار اي بي 69، يعني تنزل بيه ميه عذبه عادي جدا، تاخد لك كام صوره حلوين وتطلع. بس هتقلب بقى الموبايل ده على وشه هتقدر تفتحه بالتراسونيك فينجر برينت سنسور، والحقيقه ده اسرع قارئ بصمه انا جربته في حياتي حتى الان. مش هتلحق تحط صباعك هتلاقيه فتح على شاشه اموليد ضخمه بمقاس 6.82 بوصه، الوانها خطيره وبريزوليوشن كواد اتش دي بلس، ودعم للدولبي فيجن، واستحواذ بيوصل ل 90.2%. ما بقاش الاستحواذ المثالي، يعني دلوقتي بقينا نشوف الهواتف الرائده بتتكلم في 92.5%، فحواف الشاشه مقارنه بالهواتف الرائده الثانيه تعتبر رخمه حبتين. ولكن الشاشه دي بتغير ترددها من ال 120 هرتز لل 1 هرتز حسب طبعا المحتوى اللي انت فاتحه عشان تحافظ لك على البطاريه. يعني لو انت على اللوك سكرين او على الهوم سكرين التردد بينزل ل 1 هرتز ل 10 هرتز، بتسكرول وبتقلب في الموبايل توصل معاك لل 120 هرتز، فاتح فيديو او صوره تلاقيها 60 هرتز، كل ده بفضل انها LTPO متغيره التردد. حتى البي دبليو ام بتاعها 2160 هرتز، وده اللي بيخليها تحافظ على عينك من الاجهاد لو بتستخدم الموبايل لفترات طويله في الضلمه. وعلى فكره الميزه دي مش موجوده في كل الهواتف الرائده، لا تفتكروها ميزه شائعه او حاجه. في شركات بتحب تحافظ على عيون المستخدمين بتوعها، وفي شركات تانية لا، بدون ذكر اسماء. صدقوني بحاول اختصر معاكم المزايا دي عشان اخش على التصوير بقى. الموبايل ده طبعا اصدار صيني مش موجه للسوق العالمي، فتفتحه بقى تلاقي برامج بالصيني في كل مكان بتحتل الواجهه. حتى وانت عامل موبايل انجليزي بعض القوائم او البرامج هتلاقيها برضو ظاهره بالصيني، فهتحتاج اول ما تجيب الموبايل ده تخصص شويه من وقتك كده في انك تمسح البرامج دي، لان الحمد لله بتتشال، وتدخل بقى على الستور الصيني الخاص بفيفو، تحمل بس من عليه جوجل بلاي ستور لان هو مش بتلاقيه نازل بشكل افتراضي، ولكن الموبايل طبعا بيدعم خدمات جوجل بشكل كامل. ومن جوجل بلاي هتحمل بقى كل البرامج بتاعتنا عادي، فيسبوك، انستجرام، اي برنامج انت عايزه شغال هنا وبيعمل بكفاءه تامه. بالمناسبه الواجهه هنا هي الاوريجين او اس 5، دي مختلفه شويه عن واجهه فيفو في الهواتف المتوسطه. وهنا برضو عندك مزايا ذكاء اصطناعي كتير جدا، بس المشكله ان اغلبهم ما عرفتش استخدمهم. اللي عرفت استخدمه بس المزايا اللي موجوده جوه الالبوم او الجاليري بتاع الجهاز، انك تمسح عناصر من الصوره، تضيف حاجات على الصوره، الكلام ده كله. ولكن باقي المزايا الخاصه مثلا بالنوتس والحاجات دي كلها كانت محتاجه مني ان يكون عندي اكونت على فيفو. تقول لي يا عم طب ما تعمل اكونت، هقول لك والله قعدت بتاع ساعه او ساعتين بحاول اعمل اكونت على فيفو مش عايز يشتغل، مع انه المفروض بيدعم الشريحه المصريه عادي وبدخل الرقم بتاعي، ولكن واضح ان بسبب مشكله الشبكات اللي كانت حاصله ما كانش بيتبعت لي كود التفعيل بتاع الاكونت، فما عرفتش استغل اغلب المزايا الخاصه بالذكاء الاصطناعي. ولكن هل هو ما فيهوش؟ لا طبعا متغرق ومليان، ولكن لو عندك اكونت فيفو. وهنا طبعا في الجهاز ده عندك اقوى بروسيسور في العالم حاليا، السناب دراجون 8 اليت، بيجيب سكور اعلى من الاس 25 الترا بتاع سامسونج. بنتكلم هنا من 2.3 ل 2.9 مليون نقطه على انتوتو بنش مارك فيرجن 10. بقول لكم ايه، انا تعبت ومش قادر استنى، يلا على الكاميرات والتصوير. تعالوا الموبايل ده بالتحديد زي ما قلت لكم في اول الفيديو موجه للتصوير، وده باين في ان اولا السنسور الرئيسي جايب دقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7، بس عادي يعني كلها ارقام وبنسمعها عادي. اللي مش عادي بقى ان البعد البؤري بتاع السنسور الرئيسي هنا كبير لدرجه انه بيوصل ل 35 ملم، ولو مش عارف يعني ايه بعد بؤري اصلا فالرقم ده من الاخر كل ما بيزيد فانت بتاخد ابعاد وش اقرب اكتر للحقيقه. عشان كده تلاقي نفسك بتحب شكلك اكتر لما بتصور بالكاميرات التليفوتو او كاميرات الزوم، بتعجبك ابعاد وشك اكتر من لما بتصور بالسنسور الواحد اكس في اغلب الموبايلات. ف 35 ملم ده يا جماعه زي الكاميرا اللي بصور لكم بيها دلوقتي، اكبر من اي موبايل فلاج شيب تاني موجود في السوق حاليا. يعني مثلا ال 16 برو ماكس والاس 25 الترا البعد البؤري بتاعهم 24 ملم، فانت ما تقدرش تعتمد على السنسور الرئيسي بتاعهم اللي هو الواحد اكس في تصوير البورتريهات قوي. وهنا بقى الفيفو يتفوق. السنسور الرئيسي تجربته خرافيه في التصوير،
سواء كعزل واللي بيبان طبيعي كده بسبب حجم السنسور والبعد البؤري الكبار، هتاخد احلى صور بورتريهات ممكن تاخدها من سنسور رئيسي في اي موبايل تاني في العالم. وبيكون برضو عندك امكانيه انك تختار بين اكتر من ستايل للتصوير من ستايلز كتير ضايفهم شركه زايس، يعني بشكل افتراضي بيكون على وضع الفيفيد او مشبع. عن نفسي ما كنتش بطلع بره الوضعين دول. يا جماعه المعالجه برضو محتاجين نتكلم عليها شويه. الدايناميك رينج في صوره زي دي مثلا شيء خرافي، ان السما تطلع بالشكل ده في حين ان نص الصوره في اضاءه منخفضه والنص التاني حرفيا شمس وسما مفتوحه. حتى الايفون ما قدرش عليها، ولكن سيبونا من الايفون دلوقتي، ده ليه ان شاء الله فيديو مقارنه خاص لوحده. اعمل لي سبسكرايب ولايك عشان يوصلك الفيديو ده طبعا اول ما ينزل. العجيب في الموبايل ده ان السنسورز كلها حلوه، يعني انت والله الشخص قدامك والمسافه ضيقه صوره بالواحد اكس، عاوز صوره نص بس كده دوس على 2.5 اكس هيدخلك على الكاميرا التليفوتو اللي بعدها البؤري بيبدا من 85 ملم. ودي الكاميرا بصراحه اللي ما كنتش بصور الا بيها اثناء فتره تجربتي كلها. البوكا افكت بتاعها او تاثير العزل فعلا خرافي، التفاصيل يا جماعه مرعبه في الموبايل ده مقارنه يعني باي موبايل انا جربته حتى الان. والاضاءه دايما في الصور حلوه. بس لو عايز تاخد بقى البورتريهات بتاعتك لليفل اعلى، دوس على 4 اكس واتفرج على صور ببعد بؤري 135 ملم رهيبه، عزل مثالي، وبيعمل بوكا بولز كده في الخلفيه. واقصد هنا الاضاءات اللي بتكون بره الفوكس بتاخد شكل دواير او حلقات كده، شبه بالظبط كاميرات الدي اس ال ار الاحترافيه. فبتاخد تقريبا نتيجه شبه ثابته سواء بالنهار او حتى في الاضاءات المتوسطه او الاضاءه الليليه. سواء انا او اي حد كنت بصوره بالموبايل ده كان بيتصدم من النتيجه اللي بتطلع حرفيا. يا جماعه ده في صور طالعه اكني بالظبط مصور في استوديو مغيرين لي الخلفيه. الموبايل اكن بيعيد رسم المشهد تاني بحيث يطلع لك صوره حلوه تنزل على طول على السوشيال ميديا. وما تقوليش بقى اللوك الطبيعي واللوك اللي مش عارف ايه، مفيش موبايل اصلا بيطلع لوك طبيعي 100%، خلينا متفقين على ده، هي بتبقى اجتهادات يعني. ولو وريتكم بقى الصور اللي انا خدتها بوضع السوبر ماكرو، على الرغم ان الموبايل اصلا ما فيهوش كاميرا خاصه بالماكرو او التصوير القريب، هتنبهروا. الصور دي خدتها وانا ولا مصور محترف ولا حاجه، زيك في التصوير. كل اللي بعمله بفتح الكاميرا واعمل 2.5 اكس 4 اكس وعيش بقى. صور ببعد بؤري 85 ملم على صور ببعد 135 ملم. بصراحه عايز اعرف رايكم في الصور دي بالذات، ولا انا لوحدي اللي مش مصدق ان الصور دي كلها طالعه من كاميرا موبايل؟ يا جماعه عزل خرافي وتفاصيل خرافيه. وخد دي بقى كمان 50 ميجا بكسل الترا وايد ببعد بؤري 14 ملم، تقريبا اعلى واقوى كاميرا الترا وايد في الساحه حاليا، سواء كتفاصيل او بعد بؤري او حتى دايناميك رينج، كله بيرفكت مثالي بصراحه. ولما اقول لكم مثالي فده مقارنه بهواتف رائده تانية انا جربتها زي الماجيك 7 برو والاس 25 الترا وال16 برو ماكس. نخش بقى على السيلفي هنا، فهي 50 ميجا بكسل ببعد بؤري 24 ملم بمستشعر كبير، صورها حلوه كعزل وتفاصيل، بس بالنسبه لي كسكين تونز او لون بشره ما ابهرتنيش زي الهواتف الرائده التانية. محتاجين يشتغلوا شويه على الكاميرا السيلفي، ولكن واضح ان كل تركيزهم كان على الكاميرا الخلفيه. اما في تصوير الفيديو هنا فعندك لحد ريزوليوشن 8K 30 فريم في الثانيه، ولكن ما اكدبش عليكم انا بالنسبه لي ال 8K ده على الموبايلات مساحه على الفاضي، كنت بصور بس على 4K. هي دي الجوده بصراحه المنطقيه على الهواتف. المهم ان في هنا كمان امكانيه تصوير لوج فيديوز بتكون فلات او رو زي الايفون والسامسونج، وتنزل بقى لط خاص بفيفو عشان تحولها لريك 709. الناس طبعا بتوع المونتاج والتصوير هيكونوا فاهميني. وزي ما انتم شايفين كده الفيديو طالع منه جميل على انه من موبايل، وتقدر بصراحه تعتمد عليه سواء كنت صانع محتوى او بتصور منتجات، فيكون عملي جدا معاك. وعندك برضو زرار شبه زرار ما اسمه كاميرا كنترول في شركه ما منزلاه برضو السنه دي، تقدر منه تتحكم في الزوم او الاكسبوجر او اي حاجه تخصصها زي ما انت عايز، او بضغطتين عليه تلقط الصوره. عارف طولنا كتير قوي في الكاميرات، ولكن الحقيقه هو الموبايل اصلا معمول علشانها، فهي تستحق المده دي كلها. اما الجيمرز بقى فانا ما نسيتكوش، عندك لعبه ببجي هنا بتشتغل على 120 فريم في الثانيه، طبعا بفضل المعالج السفاح اللي اتكلمنا عليه من شويه. بس بصراحه مش ده اللي عجبني في الموبايل، لان ده شيء عادي موجود في كل الهواتف الرائده دلوقتي. عندك الجيم سبيس او الجيم سنتر، الابلكيشن الخاص بالالعاب في فيفو، في اوبشنز بالهبل تساعدك اثناء اللعب، زي انك تتحكم في التاتش سامبلنج ريت، تعليه بقى او توطيه، وده اللي بيزود حساسيه الشاشه للمس اثناء اللعب، واللي طبعا هيؤدي لرد فعل اسرع وانت بتلعب اللعبه. عندك كمان جيم فيجوال انهانسمنت او اوبشن يحسن لك الصوره اثناء اللعب، يعني انت مثلا بتلعب ببجي على سموث او سلسه اللي هي بتمسح تقريبا كل الالوان والتفاصيل في اللعبه، اهم حاجه بتركز على الفريمات. لما بتفعل الاوبشن ده الالوان بتتغير، تقدر تختار بقى اي لوك انت عايز تلعب بيه، فيفيد او مشبع، عايز تختار لوك سينمائي او لوك فيلم كده. انت متخيل من غير ما تلعب في الوان اللعبه، انت بتلعب في اعدادات الموبايل، يلون لك المشهد ويعلي لك الدقه من غير ما يجي على حساب الفريمات. وعندك كمان فويس تشينجر بيغير لك صوتك لو انت عايز تهزر مع اصحابك وتروشن عليهم وكده، تخلي صوتك بقى صوت بنت، صوت عيل رضيع، صوت رجل عجوز وكبير، براحتك بقى. تجربة للصوت في لعبة ببجي. عيش تجربه لذيذه، وتجربه العاب هنا ممتازه ممتازه ممتازه، ولكن
مش ده الاوبشن المبهر والعملي. انتوا عارفين انا اللي بيهمني الحاجات العمليه في الموبايل. عندك اوبشن اسمه باي باس تشارجنج، وده باختصار انت لما تكون بتلعب وموبايلك قرب يفصل بتقوم ماسك الكابل وموصله بالموبايل وتقعد تشحن وانت بتلعب، فطبعا بيؤدي لحراره عاليه للبطاريه، بالتالي تلاقي ظهر الموبايل سخن جدا معاك ويقلل العمر الافتراضي للبطاريه. الخاصيه دي بقى بتسمح للموبايل انه يحول الطاقه على طول من الشاحن للموبايل على طول للاستهلاك بتاعك من الاخر، بحيث ما تعديش على البطاريه وتجهدها اثناء اللعب، لان اثناء اللعب لو انت بتشحن وبتلعب فالبطاريه عماله تتشحن وتفضي في نفس الوقت، وده اللي بيسبب الحراره العاليه. ولكن بتفعيلك الاوبشن ده فانت بتاخد الكهرباء من الباور سبلاي على طول زي اكنك بتلعب بلابتوب. كده انا شرحت معاكم اهم الحاجات اللي بتميز الفيفو اكس 200 الترا او احلى مزايا مبهره في الجهاز. طبعا الجهاز برضو بيجي ببطاريه عملاقه وشاحن صاروخي وتجربه سماعات ستيريو بصراحه محترمه قوي 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 مقارنه باي فلاج شيب تاني انا جربته، ولكن كل دي كانت مزايا عاديه ما كنتش حابب اضيع وقتك فيها. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم او فاتكم. ما تنساش بقى اللايك بتاعك الجميل لو الفيديو عجبك، وتشترك في القناه مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. وانا عمر واشوفكم في فيديو جديد، بس قبل ما اقول لكم سلام حابب اعرف رايكم في المراجعه تحت في الكومنتات، وسلام.